هلو جيرلز، عاملين ايه؟ النهارده كان المفروض هيكون بقيه الفيديو اللي فات بتاع من جسم التفاحه لساعه رمليه. كان فاضل لنا تاب اللي هي ازاي احسب السعرات بتاعتي، يعني ازاي احسب السعرات بتاعت البادي ريكومبوزيشن. ان انا مش هدفي اخس دلوقتي، انا هدفي اغير شكل جسمي. ازاي احسب السعرات، ازاي احسب الماكروز اللي هو كارب بروتين فات، وازاي احول الارقام اللي انا هحسبها دي اللي هو خلاص انا عرفت انا هاخد كام جرام بروتين، كام جرام كارب، كام جرام مش عارفه ايه. ازاي بقى هحولها لطبق فعلي اكل قدامي. مفروض ان كنا نشرح النهارده ازاي نعمل بادي ريكومبوزيشن بالدايت، بس جالي كومنت حسيت صراحه ان انا محتاجه ارد عليه. جالي كومنت على الفيديو ده بتاع من جسم التفاحه للساعه الرمليه، حسيت ان انا محتاجه ارد عليه، مش عشاني انا خالص عشان كنتوا اوكي. عشان اي حد بيفكر بالطريقه دي فهو محتاج يراجع نفسه. قبل ما اوريكم الكومنت هحكي لكم حاجه بسيطه كده. في الستينات عالم جاب فيل، قعد يربطه في سلسله حديد، فيل صغنون قعد يربطه في سلسله حديد لحد ما كبر. ربطه في سلسله حديد، الفيل يحاول يهرب ما يعرفش يهرب فيستسلم، يرجع تاني يربطه في سلسله حديد، الفيل يحاول يهرب ما يعرفش يهرب فيستسلم، لحد ما الفيل كبر بقى بيربطه في سلسله. بس الفرق ان السلسله اللي بيربطه فيها وهو كبير كده السلسله ضعيفه، يعني الفيل يقدر يكسرها ويهرب. بس الفكره ان الفيل ما حاولش يهرب اصلا. ليه؟ عشان اكتسب العجز اللي كتفه حسسه انه عاجز ومش عارف يتحرك، لمجرد ان هو بقى عنده تجارب فشل كتير في نفس الحاجة. هو عارف ان هو زمان حاول وفشل كتير، فخلاص دي حاجة اسمها العجز المكتسب، او نظرية اسمها نظرية العجز المكتسب. احنا طول ما احنا عايشين احنا بنتعلم، واحنا مش بنتعلم حاجات سلبية او حاجات ايجابية، احنا كمان ممكن نتعلم العجز، ممكن نتعلم اننا نعجز عن حاجات معينة، عن تنفيذ حاجات معينة. انت بتتعلمي العجز حرفيا، ده ممكن انت نفسك تعلمين نفسك من غير ما تقصدي. ده بالظبط اللي بينطبق على اي حد بيحاول يخس، او في المجال بتاعنا عموما ان انت بتحاولي تعملي جسم كويس. انت حاولتي مره وفشلتي، وحاولتي مره بعدها بطريقه مش صح وانت ما كنتيش تعرفي انها مش صح، وفشلتي وحاولتي مره ثالثه وفشلتي، فخلاص اتكونت عندك اكتسبتي العجز ده، ان انت خلاص عارفه انه دي جيناتي. لذلك اما كان يجي لي حد في التدريب الاونلاين يقول لي انا خلي بالك يا كوتش، انا هشترك معاكي بس خلي بالك يا كوتش انا ما بعرفش التزم، او خلي بالك كوتش انا ما بعرفش اعمل دايت، يعني انا معاكي بس انا ما بعرفش اعمل دايت. هي بتعرف تعمل دايت عادي، بس هي عشان عندها تجارب كتير فاشله فهي افتكرت نفسها انها خلاص، هي متخيله انها ما بتعرفش تعمل دايت. ده اسمه عجز مكتسب. هي دماغها عجزت عن انها تحاول تاني. ايه علاقه ده بقى بالفيديو بتاع النهارده؟ استنوا نعدل الكاميرا واقول لكم. الكومنت متقسم لكذا حاجه، مش هجاوب الكومنت بالترتيب قشطه. اول حاجه هي قايله لي بلاش نبيع الوهم ونخلي البنات يكرهوا نفسهم. اول حاجه اللي بيتفرج على الفيديوز بتاعتي او اللي بيتفرج على اي فيديوز فيها محاوله من محاولات انها تطور نفسها، دول مش الناس اللي بيكرهوا نفسهم، دول مش الناس اللي كارهين التطور وكارهين نفسهم وما عندهمش ثقه في نفسهم. ده هم دول الناس اللي بيحبوا نفسهم. انا عشان بحب نفسي فانا بدور على حل المشكله ما انا معترفه بيها وعايزاها تكون احسن. اللي بيدور على الفيديوز دي او الفيديوهات بتاعتي عموما موجهه للي بتحب نفسها مش اللي بتكره نفسها. فابدا ابدا ابدا احنا مش بنخلي البنات تكره نفسها، عادي كلنا بنسعى اننا نكون احسن. ولو انت مش بتحاولي تسعي انك تكوني احسن فانت عندك مشكله، انت اللي هيكون عندك مشكله مش البنات اللي بتدور على انها ازاي تكون احسن، ازاي تحسن من شكل جسمها. تاني حاجة ان شكل الجسم جينات. في كل فيديو انا بتكلم فيه عن نمط جسم معين، زي ما اتكلمت عن نمط جسم المثلث المقلوب، وكل مرة كنت بأكد على فكرة ان في النهاية العظم ده حاجة جيناتك بحتة، وهي بتتكون وخلاص ملناش تحكم فيها. واحنا في الجيم بنلعب ما بين الدهون والعضلات، احنا ما بنجيش جنب الهيكل العظمي بتاعك. وفكرة اننا نلعب ما بين الدهون والعضلات ده علم ربنا كرمنا بيه عشان نستخدمه ونفيد بيه نفسنا،
مش عشان نقول هو انا كده، هي جيناتي كده. ده علم، انا مش جايه اقول لك حاجه شخصيه، ده علم. فانا بنقل لك علم نقدر بيه نستخدمه عشان نكون شكلنا احسن، نعمه ربنا مديها لنا نستخدمها. لو انت بقى متخيله ان مفيش حاجه اسمها ننزل دهون نكبر مكان في جسمنا معين، لو انت اصلا بقى عندك اعتراض على ده او شاكه في اني عندنا قدره على ده، يبقى انت عندك مشكله، انت مش مطلعه على العلم ده. احنا نقدر اننا ننزل دهون لو احنا جسمنا جسم تفاحه مثلا، احنا نقدر اننا ننزل دهون، كل الدهون اللي في الابر بادي الزياده اللي مديانا شكل مش حلو، ونقدر نعمل تناسق لذيذ جدا في شكل جسمنا، اننا نكبر الجزء السفلي عشان يبقى في تناسق ما بينه وما بين الجزء العلوي. لكن اني نقعد كده ونعتمد اننا ننزل الدهون وخلاص عشان جسمنا يكون متناسق، ده مش هيحصل. لان انت مجرد ما تنزلي الدهون من غير ما تشتغلي على الكتله العضليه وتركيزك في اماكن معينه وشده معينه وحجم معين على كل عضله مختلفه عن الثانيه، انت جسمك هيخس وهيفضل واخد نفس الشيء. يعني مش هتبقي استفدتي اي حاجه، هيبقى جسمك خسيتي بس جسمك نفس الشكل نفس الرسمه. هنا يجي دور التمرين، انت كده بتلغي دور التمرين، بتلغي دور التمرين نفسه، بتلغي ان في حاجه اسمها اصلا بادي ريكومبوزيشن، بتلغي ان في حاجه اسمها اصلا نزول دهون وزياده كتله عضليه في نفس الوقت، انت كده بتلغي الحته دي. لا، احنا في ايدينا نقدر نغير ده، نقدر نغير شكل جسمنا. مش هتتحولي تبقي 100% جسم بني ادمه تانية، بس هتوصلي لاحسن حاجه من نفسك انت. تالت حاجه، تعليقك على جسمي انا، ان انا جسمي عظمي عريض. مع عظم عريض ايه المشكله؟ هل انا جيت قلت لك ان احنا نقدر لو عظمك عريض نقدر نصغر عظمك، نصغر كتفك؟ انا ما قلتش كده. فعلا عظم كتافي عريضه، عشان كده انا لاحظت اني مع التمرين على مدار السنين كتفي اعرض اكتر، وكانت المشكله بتزيد عندي. عشان كده انا قتلت الموضوع بحثا عشان اوصل للحاجات اللي انا عماله اعيد وازيد فيها. ان انت لو كتفك عريض ما تعمليش كده، لو كتفك عريض. كل الحاجات اللي بقولها لكم دي حاجات اللي انا بستخدمها مع العملاء بتوعي المشتركين بتوعي، والحمد لله بتنجح وبتفرق معاهم جدا. فانا بنقل لك حاجه من واقع مشكله انا اوريدي حسيت بيها، فدورت وراها كتير قوي، لقيت ان ما حدش بيتكلم في الحته دي، فبقيت انا بتكلم فيها. ده مش معناه ان انا ما عنديش المشكله دي، ما هو انا عندي، وعشان هي عندي انا دورت عليها ودورت على حلها ودورت اعمل ايه وما اعملش ايه ومفروض اتمرن ازاي وما اتمرنش ازاي. ولكن ولا اي فيديو راجع ورايا كل الفيديوز، ولا اي فيديو انا لغيت دور الجينات او قلت لكم انت لو كتفك مثلث مقلوب يتحول لساعه رمليه عن طريق اننا نصغر حجم الكتف، لا، عن طريق اننا نكبر الجزء السفلي. لكن عظمك اللي اتبنى اللي هو عظم كتفك عريض ما نقدرش نيجي جنبه خلاص. العجز المكتسب، انت عارفه انك حاولتي مره واثنين وثلاثه وفشلتي، عشان كده بقى عندك قناعه ان هي دي جيناتك وان مفيش حاجه هتقدر تغير الواقع. كتبتي الكومنت ده. فاحب اقولك ان لو انت جربتي مره واثنين وثلاثه مع كباتن، او لو انت اصلا كوتش وجربتي مره واثنين وثلاثه وفشلتي في انت تظبطي شكل جسمك، احب اقولك ان انا بعرض عليكي خدمه تدريب الاونلاين مجانا لمده 3 شهور عشان نشوف الموضوع ده مع بعض، ونشوف اذا كان فعلا موضوع الجينات هو المتحكم الاول والاخير ولا العلم ليه راي تاني. بس كده. انا كوتش اودي، مدرب معتمد من ناسا وناقص ايه واخصائي تغذيه رياضيين، واعملي سبسكرايب عشان يعني وتجيبي معايا. باي باي.